والابن والروح القدس الان واحد امين. اول حاجه احنا بنشكر ربنا على وجودنا في الكنيسه، بنشكر مريمينا شفيع الكنيسه، بنشكر ربنا متى لان هو مسؤول خدمه ثانوي، وبنشكر الاستاذ مجدي والخدام كل واحد باسمه عشان ما ننساش حد. الموضوع النهارده احنا قلنا ان نشوف موضوع جديد النهارده، نبعد عن الحاجه اللي دايما بنقولها او دايما بنقعد نكررها. قلنا ناخد موضوع كبير، موضوع حلو، وناخده من خلال النمو الديني. يعني احنا النهارده هناخد النضج النفسي بس من خلال الدين. ممكن يجي لكم هنا دكتور يتكلم عن الصحه النفسيه ويتكلم عن النضج النفسي ويفضل يشرح يشرح يشرح، وممكن ما يتكلمش ولا كلمه في الدين بتاعنا اللي هو الوصايا بتاعت ربنا وازاي ننضج نمو روحي ونمو نفسي. فالنهارده قلنا ان ايه، ناخد موضوع سهل مع بعض. اول حاجه ناخدها الصحه النفسيه. ايه هي؟ هنقرا مع بعض الكلام ده ونفسره. شايفين؟ كلكم شايفين؟ الصحه النفسيه هي حاله من التوافق بين الانسان ونفسه وبين الانسان والمجتمع للوصول الى التوازن النفسي والاجتماعي. الانسان ليس مجرد جسد بل فيه نفس انسانيه. صح كده؟ الكلام ده في حد معترض عليه؟ مفيش حد معترض؟ ما احنا هنقول دلوقتي الكلام ده بيقول ان الواحد ما هوش جسد بس. الانسان ما هوش جسد بس، جسد ياكل ويشرب وينام ويتفرج على الموبايل ويلعب كوره، لا، في نفس. من ساعات انت مثلا تقعد يجي لك عندك امتحان ولا حاجه تقول لك انا ما عرفتش انام طول الليل. ليه؟ لان انت عمال تفكر. لما مثلا تلعب ماتش وتجيب جون وتجري، دي فرحه، صح ولا لا؟ هنقول كل ده بقى واحنا بنشرح. دلوقتي في الانسان، اسمع مارتن، في الانسان في حاجه مهمه، كل حاجه وعكسها. اول حاجه الانسان بيحب وبيكره، صح ولا لا؟ بيفرح وبيحزن. ده حتى السيد المسيح قال فرحا مع الفرحين وايه؟ وبكاء مع الباكين. وراح للعازر وراح ايه؟ عرس قنا الجليل، حضر ده وحضر ده. بيصبر ويقلق. ازاي ممكن الواحد يصبر وفي انسان يفضل يقعد يقروط في ضوافره ويحرك رجله ويهرش في دماغه ويلعب في ودانه، صح ولا لا؟ هو ده برضه كل ده نفسيه. بيطمئن ويخاف. امتى نطمئن وامتى نخاف؟ انا بحس ان الكنيسه دي عامله زي المغناطيس. ازاي؟ كل ما نقرب منها نقرب لربنا ونطمن، صح ولا لا؟ كل ما نقرب من الكنيسه نطمن، كل ما نبعد بنخاف. زي مين؟ زي نوح. نوح وولاده. دلوقتي ربنا قال لنوح ابن المركب، ابن الفلك، وهتعملها بالمقاسات المعينه وهتعملها بكل حاجه. اجت الناس تضحك عليه. ايه اللي انت بتعمله ده يا نوح؟ ده انت باني فلك هنا اهو، ده انت مجنون بقى ولا حاجه؟ فالناس قعدت تضحك عليه. مين بعد كده اللي اطمن ومين اللي خاف؟ تخيلوا كده، تخيلوا الميه عماله الدنيا تغرق وتشتي وعماله كذا يوم لحد ما الدنيا غرقت. الناس كانت شعورها عامل ازاي؟ وشعور نوح هو ومراته وعياله وزوجاتهم في الفلك عامل ازاي؟ ده الفرق بين ان اللي مع ربنا واللي ما ايه؟ اللي بره الكنيسه او بره الفلك. ترجو وتيأس. ترجو وايه؟ وتيأس. احنا كلنا بنترجى ربنا، دايما نقول له ايه؟ نحوك اعيننا. انا بنبص لربنا. انت هتطلب من مين غير ربنا؟ دايما كده يقول لك يعطي بسخاء ولا ايه؟ يعير. بس كان قصده عن الحكمه، بس مش الحكمه بس، ده في حاجات كتير تاني. تشتاق وتشمئز. دي حاجه جميله جدا. كل اللي راحوا للسيد المسيح واعترفوا بخطاياهم زي السامريه وزي المراه الخاطئه رجعوا كارهين الخطيه اللي كانوا فيها. يعني المراه السامريه بقت مبشره من واحده خاطيه بتروح في عز النهار تاخد ميه من البير علشان الناس ما تشوفهاش، لواحده راحت وجرت وسط الشعب كله وقالت له تعالوا، ده هو ده المسيح المنتظر اللي احنا بنستنيه. طب ما انت كنت بتستخبي من الناس. لا، ده السيد المسيح علمني ازاي ان انا احبه. يبقى ايه؟ ده الفرق بين تشتاق لايه؟ لربنا، وتشمئز من ايه؟ من الخطيه. تشعر بالسعاده او تحس بالشقاء.
في شعور كان جميل كده يجي لنا، يمكن لسه عندكم شويه، ان احنا مثلا ما فيش وقت ان احنا نصلي الا يوم الجمعه. المدارس والدروس وي وي وي، تيجي يوم الجمعه تحضر القداس من بدري، وتحضر رفع بخور، وتحضر صلوات السواعي، ويجي وقت التناول كده تحس بلذه كده، يا سلام. هو انا استحق اخد جسد ربنا ودمه؟ لا، ما استحقش، بس ربنا اداهوني. تبقى وانت ماشي كده مروح سعيد فرحان. يعني زمان كانوا يقولوا لنا حاجه كده ما عادش حد بيقولها: خلي بالك بعد ما تتناول اوعى تتعور، اوعى ترمي حاجه من بقك، اوعى ابقى البس شراب في رجلك عشان لو اتخبطت ما تتعورش، ده انت جواك جسد ربنا ودمه. ساعات دلوقتي بنشوف حاجه صعبه، يبقى الواحد لسه طالع من الهيكل ويفضل يشتم ويفضل يقول كلام وحش. مالكش دعوه بحد برقم، ربنا يحاسبك على كلامك ايه. فده الفرق، ان احنا مش عارفين اللي جوانا ده جسد ربنا ودمه. ده احنا عمالين نصلي طول القداس عشان الروح القدس يحل، علشان ناخد جسد ربنا ودمه عشان ينقينا من الخطيه اللي احنا فيها. دي المشاعر الانسانيه بقى، ده النفس بقى بتحس بكل ده. هنقولها تاني: تحب وتكره، تفرح وتحزن، تصبر وتقلق، تطمئن وتخاف، ترجو وتيأس، تشتاق وتشمئز، تشعر بالسعاده او تحس بالشقاء. ده النفس البشريه. طيب، خلق الله الإنسان على صورته وعلى صورة الله خلقه. ربنا لما خلق الإنسان خلق على صورته ومثاله. إيه اللي حصل بعد كده؟ الشيطان إجا ضحك على حواء، وحواء أكلت آدم، والاتنين اتطردوا. طب ما ربنا خلقك على صورته ومثاله، ده أنت عمال تسمي الحيوانات، عمال تاكل من شجر المكان اللي أنت فيه الجنة كلها. اشمعنى الشجرة دي؟ طب ما أنت ما كنتش أكلت منها، لكن أنت أكلت منها. فابتدت الانسان يخاف. لما ربنا ندى على ادم قال له: سمعت صوتك في ايه؟ فخشيت. انا خايف من ايه يا ابني؟ طب ما احنا كنا بنتكلم مع بعض، ما انا كنت بتكلم معاه على طول. ايه اللي حصل؟ الخطيه بعدت ادم عن ايه؟ عن ربنا، فابتدى يخاف. السيد المسيح اهتم دايما كده، الانبا تدرس يقولها لنا: السيد المسيح اهتم بكل النفس وكل نفس. لو انتوا واخدين بالكم في ابن أرملة نايين عمل ايه؟ تحنن عليه. السيد المسيح من المشاعر الإنسانية بتاعته عمل ايه؟ تحنن وانتهر واغتاظ وأشفق وأحبه. كل دي مشاعر إنسانية السيد المسيح كان فيه. انتهر مين؟ انتهر الريح. لما بص لقى المركب هتغرق قام قال ايه؟ اسكت ابكم، قام الريح انتهرها فسكتت. تحنن على المرأة، ابن أرملة نايين، وحيد لأمه، وحيد لأمه، عمل إيه؟ تحنن عليها وقومه من الموت. السيد المسيح علمنا المشاعر الإنسانية. لما شاف قبر العذر بكى. لما اتعزم على الفرح بتاع عرس قنا الجليل راح وعمل أول معجزة ليه. طيب، هنشوف النمو بقى. النمو هو كافة التغيرات الجسمية والفيسيولوجية كالطول والوزن والحجم، نتيجة للتفاعلات التي تحدث للجسم، بالإضافة إلى التغيرات في السلوك والمهارات والنواحي العقلية والانفعالية والاجتماعية. في كورنثوس 1:11 بيقول: كونوا كاملين. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عمالين نكبر واحدة واحدة، بتبص تلاقي طفل صغير، السيد المسيح قال إيه؟ أرضعتكم لبنا لا طعاما. يعني واحدة واحدة ربنا علمنا، واحدة واحدة، عشان نعرف وصايا، عشان نقدر ننفذها. لما لسه انا النهارده كنت بتكلم في المعموديه، بعت يوحنا المعمدان الاول عشان يعمد بميه، وبعد كده يجي واحد بعده قال اللي هيجي بعد اقوى مني اللي هو السيد المسيح، ان هو يعمل ايه؟ هيعمد بالروح القدس وميه. لو السيد المسيح اول ما اجى قال يلا انا هعمد بالروح القدس وميه تعالوا، كان ممكن الناس تقول له اللي انت يعني احنا مش فاهمين انت بتعمل ايه. لكن واحده واحده ربنا مهد بيوحنا المعمدان، مهد بيوحنا المعمدان عشان الناس تعرف معموديه ايه؟ المعموديه اللي احنا فيها دلوقتي، مش معموديه التوبه اللي كان بيعمد بيها يوحنا المعمدان. فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. البابا تودرس في مره يوم الاربع قال لنا حاجه جميله، يا ريت انتوا تنفذوها. كلنا معانا موبايلات، وكلنا معانا الكتمارس، وكلنا معانا الكتاب المقدس، صح كده؟ قال لنا مثلا النهارده 20 هطور. 20 ايه؟ هطور. يبقى انا نقرا في سفر الامثال الاصحاح رقم 20، بكره 21 كده، كل يوم ابتدي تاني. سفر الامثال ده حاجه جميله جدا،
لو انت تقعد تقرا كده تلاقي الحكمه كلها، سليمان الحكيم اللي كتبها، الحكمه كلها موجوده في سفر الامثال ده. لو احنا قعدنا نقراه واحده واحده هنبص تلاقي في كلام حلو جدا ممكن نطبقه في حياتنا نعيش بيه مدى الحياه. فانت ممكن كل يوم هتقرا اصحاح، هو كله على بعض من 18 ل 20 ايه، هنقرا كده اخر اليوم نشوف ربنا بعت لنا كلام ايه ونفضل نكرره كل مره. ابونا داود لمعي قال حاجه جميله جدا في بدايه الصيام. قال دلوقتي الصيام ده بيتكلم عن ايه؟ عن تجسد السيد المسيح والفداء والقيامه والصلب، صح كده؟ طيب ما تيجوا من اول الصيام نبتدي كل يوم نقرا اصحاحين علشان خاطر نخلص الاربع بشاير. يبقى احنا اتكلمنا وعرفنا ايه هي القصه بتاعت السيد المسيح عشان نبقى عارفين ربنا ان هو اتجسد واتألم عشاننا، ما هياش حاجه سهله يعني. طيب تعالوا نشوف في ايه تاني. ماذا يفعل الشخص الناضج؟ اول حاجه يهتم بالتفكير الواقعي. انت دلوقتي عايز تعرف ان انت ناضج ولا لا، اول حاجه تعمل ايه؟ هتفكر تفكير واقعي. زي مين؟ انا جبت لكم امثال كده بس مش مكتوبه على بولس الرسول فكر تفكير واقعي جدا. قال ايه؟ بعد ما كرز وعمل رحلات تبشيريه كتير وعمل رحلات وبشر وعمل كل حاجه، فكر في نفسه. قال اصير انا مرفوضا بعد ما كرست الاخرين. يا بولس يا رسول ده انت عملت وعملت وعملت. فهو بيفكر نفسه ان انا لازم اجاهد لاخر لحظه، لاخر لحظه لازم اجاهد. يعني بعد ما كرست الاخرين اصير انا مرفوض. يعني هو كان دايما يقول لنفسه ايه؟ خلي بالك يا بولس، خلي بالك عشان ما تقعش في خطيه الكبرياء، خلي بالك يا بولس عشان هيجي عليك وقت ممكن ربنا يرفضك. كان كل شويه بينبه نفسه. فده هو التفكير الايه؟ الواقعي، ان انا لازم افكر نفسي بالجهاد على طول. تاني حاجه يمكن ان يؤجل رغباته. تعالوا نفكر مع بعض كده. هو وكانت في مسرحيه جميله في الصيف بتاعت شمشون. لو شمشون اجل رغباته وقال لا، انا جربت دليله كذا مره وكذا مره تضحك عليا وكذا مره اعرف ان هي بتكذب وكذا مره تسلمني لاعدائي، لو هو فكر في رغباته وقدر يتحكم فيها ايه اللي كان هيحصل؟ ما كانش حصل له اللي حصل له، صح؟ يعني انتوا شفتوا المسرحيه كلنا شفناها، وازاي هو بهدلوه واستهزأوا بيه ووصل ان هو طلب من ربنا لاخر لحظه ان هو يهد المعبد على الناس كلها لحد ما مات، صح؟ ده لو كان اجل رغباته كنا طول عمرنا نقول شمشون ده كان رجل الله وما غلطش، صح؟ بس كلنا تحت الايه؟ تحت الضعف. لا يدع الظروف تتحكم فيه. تخيلوا معايا يوحنا الحبيب دلوقتي السيد المسيح اتاخد وراح يتصلب، صح كده؟ يوحنا الحبيب ممكن كان يعمل ايه؟ ايوه، هو ما عملش كده. دي الظروف بقى المحيطه بيه. بطرس، تعالى يا بطرس، تعالى انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. تعرفه؟ لا ما اعرفوش. تعرفه؟ ما اعرفوش. قام اللي ديك عمل ايه؟ صح، افتكر بطرس. لكن يوحنا الحبيب ما خلاش الظروف المحيطه يعني تشغله. لا، ده انا هفضل معاك لحد اخر لحظه. احنا ساعات كده هو يقول لك ايه؟ ده كانت اللجنه كلها بتغش، ما غشش ليه؟ ده اصحابي كلهم بيكذبوا، ده اصحابي كلهم بيشتموا، ده اصحابي كلهم بيعملوا ايه؟ طب ما تخليش حد يعني الظروف المحيطه تتحكم فيك. ما تخليك زي يوحنا الحبيب اللي ما هربش، اللي سمع كلام السيد المسيح وكان معاه لاخر لحظه. ما ندور على اصدقاء يكونوا حلوين، لا فيهم شتيمه ولا حلفان ولا كذب، عشان ما نتعودش وناخد الكلام بتاعهم، صح ولا لا؟ يبقى ما نخليش الظروف المحيطه تتحكم فينا. يتجنب الخصام والتنافس. ابراهيم ولوط كانوا مع بعض، صح؟ اجوا في الرعاة بتوعهم اتخانقوا مع بعض. فابراهيم قال للوط، قال له بص الارض قدامك، لا تكن مخاصمه بين رعاتي ورعاتك، قصادك الارض ايه؟ خدها، الحته اللي انت عايزها روح. فاختار ايه؟ سدوم وعموره. طب ايه يا عم سدوم وعموره دي؟ ده حصل فيها وحصل مشاكل كتير لحد ما خرج. وقال له الملك لا تنظر في كل الدائره، لدرجه ان امراه لوط بصت لورا واتحولت لايه؟ لعمود ملح. شفتوا الخصام بيودي لايه؟ يعني واحده واحده الضه والله. طب ما انت كنت مع ابراهيم كان ممكن تتصالحوا مع بعض. قال لي لا، انا عايز الارض دي، اختار الارض دي، اختار الارض دي اللي هي ايه؟ دايما البابا شنودة يقول لك ايه؟ كجنة الله كارض مصر. زمان مصر كانت حاجه وهو اختار حاجه زي ارض مصر بالظبط.
5 لا تهرب من مواجهة الصعب. زي بطرس، فكروا معايا كده، لو بطرس ما تهربش وقام راح قال للجارية لا أنا أعرف السيد المسيح وأنا من تلاميذه، لكن هو كان الضعف البشري بقى موجود. بس نبص على بطرس برضك، ما نقدرش ندينه، نبص على بطرس برضك بعد ما حلول الروح القدس في 3000 واحد دخلوا الايه؟ للكنيسه، صح ولا لا؟ بوعظه واحده من بطرس، بقوه الروح القدس. يعني بطرس اخطا، بس بعد كده بشر، بعد كده هو دخل بوعظه 3000 نفس. يقبل اقتراحات الغير. كان في 2 اصحاب كده زيكم كده، زي الصحاب اللي معانا كده، فيلبس ونسنائيل. قال له تعالى، مش السيد المسيح موجود؟ قال له مين اللي قال؟ هو من الناصره يخرج شيئا صالح؟ الناصره ده عامله زي الايه؟ الحتت بتاعتنا اللي هي يقول لك ده حتت عشوائيه يعني. فمن الناصره يخرج شيء. قال له تعالى وانظر. قام قال له تعالى. قال له لما قريتك تحت التينه اداله دليل. قام قال له ربي والهي، وبقى هو ايه؟ تلميذ من تلاميذ السيد المسيح. يعني شفتوا بقى في لبس ونسنائيل صحاب ازاي؟ يعني ممكن واحد صاحبك يوديك الملكوت، وواحد صاحبك يوديك في الدهيه. انت اختار. توجهه الدائم هو العطاء للاخرين. كلنا نعرف الانبا برقام، دايما رجل العطاء مين؟ الانبا برقام. الانبا برقام وصل لدرجه ان هو اتطرد من الدير من كتر العطاء بتاعه، بس فضل مع ربنا وربنا كرمه لحد دلوقتي نروح نزور الانبا برقام. طب خليك انت انبا برقام اللي الناس الغلابه اجوا لك وقلت لهم لا مفيش، لا ما عنديش. كنا عرفنا الانبا برقام ولا سمعنا عنه؟ معروف. اول ما تفتكر رجل العطاء مين؟ الانبا برقام. مهتم بتقدمه الروحي. المثل اللي هقوله لكم ده صعب جدا. كان في راجل غني راح للسيد المسيح وقال له ايه؟ بيقولوا اول الاصحاح واحنا بنقرا كده يقول لك فركض جرى. اول ما شاف السيد المسيح جرى وراح له. قال له ازاي ان انا يعني اشوف الملكوت او ابقى في الملكوت؟ قال له اعمل ايه الوصايا؟ قال له انا حفظتها منذ صغري. قال له طيب تعالى واتبعني، اعط الفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب. فبيقول ان هو ايه؟ خرج مختم، يعني اتضايق، زعل. ده انت رايح تجري على ربنا، رايح تجري على ربنا، فجأة رجع مختم. طب في واحد زي الانبا انطونيوس سمع نفس الكلام، عمل ايه؟ بقى ابو جميع الرهبان، صح ولا لا؟ نفس الكلمه. ويمكن دي من السيد المسيح، ويمكن دي من اب كان في الكنيسه او شماس، بس كانت الارض جيده. الارض عايزه ايه؟ الارض سامعه، الارض فيها ثمر، له مصداقيه. السيد المسيح قال ايه؟ قال لا تحلفوا البته. ودايما انا اقولها للناس كده، اقول اللي قدامك ده تزعله ولا تزعل ربنا؟ يقول لي اصل انا في ناس ما بتصدقنيش الا لما احلف. طب ما توظف اللي قدامك، معلش انا اسف يعني. انت دلوقتي ربنا قال لك ايه؟ لا تحلفوا البتة، صح كده؟ او ما انا احلف واقول وحيات وايه اقعد احلف. طب ما انا زعلت ربنا عشان البني ادم اللي قدامي ده يفرح. ما هو ربنا قال لك ما تحلفش، ليك مصداقيه. انت خلاص اللي قدامك قلت له على الصدق، صدقك خير، ما صدقكش خلاص براحتك. لكن انا مش هزعل ربنا عشان ايه؟ عشان بني ادم. نمرة 10، يجتهد أن يعيش في وصايا الله. داود النبي بيقول حاجة جميلة جدا، بيقول اسمك يا رب هو طول النهار تلاوتي. اسمك يا رب هو طول النهار تلاوتي. يعني أنا أفضل إيه؟ طول النهار. في لما وأنا ماشي أقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح عيني، يا رب يسوع المسيح كن معايا، إيه اللي هيحصل؟ ده أنت بص يعني فمك كده يمتلئ إيه؟ بدل ما انا هاجي اشتم، لا ده انا النهارده ده انا قلت كم مره يا رب يسوع المسيح ارحمه. وهو يرحمك فعلا لان ربنا بيسمع وبيستجيب. طيب خلصنا دول، ناخد حاجه ثاني. مراحل النمو بقى. ازاي تضبط شهواتك؟ ازاي تضبط شهواتك؟ اول حاجه، في حاجه اسمها سياسه القطيع. ايه هي سياسه القطيع؟ بصوا كده في امريكا لقوا حاجه غريبه، لقوا ان في سن من 16 ل 20 نسمع عن مغني في ولايه تانية ممكن ان انا اخد طياره او اخد عربيه واقوم لامم صحابي ورايح ايه؟ اسمع المغني ده. اسمع فيه مش عارف ايه في حته تانية، اقوم لامم صحابي ورايح. في حاجه اسمها سياسه القطيع، راحوا عملوا لهم برنامج مخصوص علشان الناس دي تعمل ايه؟ تبعد عن سياسه القطيع دي. انت ليك شخصيه، احنا رايحين
لمغني معين. لا طب انا الكنيسه، انا بدل ما انا اروح اغني، طب ما انا اروح الكنيسه احضر عشيه ولا احضر التسبيح ولا احضر كده، صح ولا لا؟ طب تعالوا عندنا ماتش كوره وماله، طب ما تيجوا الاول نروح الكنيسه نحضر العشيه وبعدين نحضر ماتش الكوره، ايه اللي هيحصل؟ ما تخلي الميعاد بتاع الكوره في بعد العشيه. طيب ما النهارده في يوم روحي، ما نحضر اليوم الروحي واتبسط وسط ولادي، لكن مش همشي وسط القطيع. تعالوا احنا رايحين نتخانق او ملمم صحابي وراح اتخانق، طب وليه؟ في ايه تاني؟ الشهوات بقى بتحصل 3 حاجات، اول حاجه الاتصال، تاني حاجه الانفعال، تالت حاجه الاشتعال. يعني ايه الكلام ده؟ انا كاتب لكم تحت الشوكولاته عشان في ناس بتضحك. احنا اخدنا مثل بسيط كده، دلوقتي احنا في الصيام صح؟ في الصيام واحد نفسه في شوكولاته وفي شوكولاته في البيت، هيعمل ايه؟ هياكلها. طيب لو انا فكرت شويه وقلت طيب انا هبعد عن البيت ده، هبعد عن البيت دلوقتي واعمل ايه؟ وهنزل اتمشى شويه عشان انسى حكايه الشوكولاته، هعمل ايه؟ هنساه. طب لو عديت على كذا محل بيبيع شوكولاته وانا نفسي فيها، هتفتكرها تاني. طيب لو بعدت عن المكان اللي فيه الشوكولاته ايه اللي هيحصل؟ طيب لو انا رحت بقى المحل ده هو وقمت رايح اشتريت الشوكولاته وحطيتها في جيبي وقلت طب انا بص، انا هخليها في جيبي بس ومش هاكلها، اسيبها ساعه الايه؟ لما افطر كمان يوم 7 يناير. وبعد شويه الله ده الشوكولاته دي شكلها حلو غير اللي عندي في البيت، طب ما انا افتحها وهشمها بس ومش ايه؟ مش هاكل منها. هيحصل ايه؟ هتاكل حته، بعد ما تاكل حته الله ده طعمها حلو قوي، ده بالبندق ولا باللبن، طب انا اما اقعد اكل فيها ايه اللي حصل؟ خلصت الشوكولاته. ايه اللي حصل بقى للتاني اللي نزل من البيت وبعد عن المحلات بتاعت الشوكولاته ورجع البيت تاني؟ نسى الموضوع ولا لا؟ بس دي اهم حاجه، ان انت دلوقتي الخطيه قدامك، ممكن ان انا ابعد عنها وممكن ان انا طب اجرب، طب اشوف، طب انا بس هاخد حته صغيره، طب انا هدوق، طب انا مش عارف. بتبتدي واحده واحده. قلنا اهو الاول حاجه الاتصال، ان انا افكر بتصل بالحاجه قدامي، لا انا عايز ابعد عنها فانا هبعد عنها. دايما يقولوا كده انتوا في سن الشباب، وده حاجه عادي تتقال، انا ماسك الموبايل ولقيت صوره وحشه او فيديو وحش، دايما يقول لك ايه؟ اقفل الموبايل او سيب الموبايل وروح مكان تاني. يعني سيب المكان، سيب المكان اللي انت ايه؟ اللي موجود فيه. ده اول حاجه اسمه الاتصال. تاني حاجه الانفعال، انا انفعل، طب ما انا نفسي في الشوكولاته، طب وايه يعني لما جبتها؟ تالت حاجه الاشتعال، انا اكلت الشوكولاته خلاص، انا مسكت الموبايل شفت صوره وحشه عجبتني، طب وفين ايه لما انا اتفرج على صوره تاني؟ طب وفين ايه؟ طب وفين بقى وصايا ربنا؟ فين وصايا اللي احنا دلوقتي شباب كبار وعارفين وصايا ربنا وربنا يحاسبنا؟ ده يعني هو قال ايه؟ في كلمه جميله كده في الكتاب المقدس بتقول لك ايه؟ هو كبير السن في ايه؟ فاسالوه. انا هسالك، انت دلوقتي بتعمل الخطيه، ربنا بيقول لك ليه ما توبتش؟ مش ليه عملت الخطيه. فهي دي الحل، ان انا ابعد عن الخطيه. هنعتبر الخطيه دي الشوكولاته اللي احنا بنقول عليها، ابعد عن الايه؟ عن الخطيه واحده واحده، واحده واحده ابعد عن الخطيه، وايه؟ مش هنفعل، مش هشتعل. انا كده خلصت. ممكن اللي حد عنده سؤال ولا حاجه ممكن يتكلم. طيب لله انا كل مجد وكرامه من الان ولا الابد.